السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ ندى. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة بجد بتبقى هشة وجميلة جدا معانا. هو المكونات بتاعتنا بسيطة. انا عندي هنا 3 بيضات وكوباية من اللبن، 3/4 من الزيت، كوباية من السكر، ومعايا كمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ومعايا كمان ظرف من البيكنج باودر و2 من الفانيليا، وعندي هنا 2.25 من الدقيق. يعني هناخد 2 بنفس المج دوت اللي انا معايره بيه، وهناخد كمان عليهم 2 كبار. دلوقتي كده هنشتغل في المكونات بتاعتنا. احنا هنضرب الكيكه بتاعتنا كده في الحله بايدينا بالمضرب اليدوي. هناخد كده البيض ابتدي ان انا اضربه الاول كده بالمضرب. هنزل كده بكوبايه السكر، هضربهم لما ادوبهم في بعض كويس. هنزل كده بالفانيليا، عندي كده ظرفين من الفانيليا، وهنضربهم الوقت كويس. هاخد كمان الزيت، دلوقتي كده هننزل باللبن، كله بالمضرب كده واحنا شغالين. هننزل بالزيت واللبن، دلوقتي كده دوبتهم كويس. هجيب الدقيق بتاعي، اخد عليه البيكنج باودر، وابتدي كده انزل بالدقيق. انا دلوقتي كده نزلت بالدقيق بتاعي كله واقلبه كويس. يا ريت بقى ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اهو شايفين ده قوام الكيكه بتاعتنا. دلوقتي كده انا هقسمها على 2 علشان هنعمل نص شوكولاته ونص يفضل معانا بالفانيليا. زي ما قلت لكم انا معايا معلقه كبيره من الكاكاو، هنزل كده بالكاكاو. ولو حطينا الكاكاو بتاعنا وحسينا ان الخليط تقل معانا شويه ممكن نخففه بمعلقه من اللبن، بس احنا الخليط بتاعنا معانا مظبوطه. انا دلوقتي كده جبت القالب اللي هنعمل فيه ودهنته كده بمعلقه من السمنه، يعني خدت حته كده من السمنه ودهنته بيها كويس اهو بالشكل ده كده. ودلوقتي كده هنبتدي نوزع فيه الكيكه. انا جبت معلقه كده للفانيليا ومعلقه اللي بالشوكولاته، هنبتدي نوزعها معلقه كده ومعلقه كده. يعني هناخد واحده بالشوكولاته وواحده بالفانيليا، تدينا شكل حلو في الاخر وبجد وبتبقى هشه وجميله جدا.
هنعملها خطوط طويلة كده علشان تدينا في الاخر شكل جميل. والفانيليا برضو نفس الطريقة. اهو بالشكل ده كده لحد ما نخلص الخليط الكيكة اللي معانا كله. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه كده علشان نشوف الطريقه بالظبط. احنا كده دلوقتي خلصنا. ديت اخر حاجه معانا في خليط الكيكه. هناخده بالشكل ده كده. هننضفها كويس، ناخد كل اللي في الطبق معانا. اخر حاجه هتبقى معانا اللي بالفانيليا بالشكل ده كده. احنا دلوقتي الفرن بتاعنا والع على درجة حرارة 180. وهندخلها الفرن دلوقتي. انا هجيب كده عود خلة الاول واعملها بالشكل ده كده رايح جاي. بالشكل ده كده رايح جاي. شايفين شكلها؟ بجد شكلها تحفة. هندخلها الفرن دلوقتي واول ما تطلع نشوفها مع بعض. ده شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. شايفين شكلها؟ وهشة وطرية وجميلة جدا معانا. شايفين؟ هنختبرها دلوقتي كده بخلة. شايفين؟ استوت معانا من كل مكان اهوت. بنختبرها من النص كمان، هختبرها اهوت كده استوت معانا. دلوقتي كده ابتدي ان انا اقلبها. هي لسه سخنه. شايفين شكلها قد ايه هشه وعاليه معايا ازاي. دلوقتي كده هنقطع، هنشوفها مع بعض. بس هي لسه سخنه. شايفين شكلها؟ بجد هشه وجميله جدا، وتنفع نديها لاولادنا برضو هم رايحين المدارس. بجد هتعجبهم. شايفين؟ طريه وجميله وريحتها في منتهى الجمال. شايفين شكلها؟
يا ريت بقى ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوناش باللايك. اهو شايفين شكلها وقد ايه هشة معايا.